طبعا طول عمرنا بناكل السمك البوري مشوي. طب ما تيجوا بقى النهارده نغير، نعمل اسرع اكله للسمك البوري والطعم بجد حكايه، مخلي طعمه في حته تانية. نعمل السمك البوري بالزيت والليمون، اسرع حاجه ممكن نعملها، بجد تحفه جدا. اول حاجه هنا في التتبيله بتاعتنا نحط شويه من الملح وشويه من الكمون وشويه من البابريكا، ونقلب الكلام ده مع بعضه حلو قوي. هي دي التتبيله، مفيش اسهل من كده. ونجيب السمك طبعا منضفينه حلو قوي وغسلينه، وعامله فيه كده تشريحات بسيطه بحيث ان التتبيله تخش فيه. وبعد كده نبتدي نرش بقى رشه من التوابل اللي احنا عملناها ميكس مع بعض على الجنبين، على الجنب ده والجنب ده، ونحط برضو شويه من جوه زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. بجد توابل بسيطة ومفيش أبسط من كده، وفي أسرع وقت هتاكلوا أحلى سمك بوري. وبعد كده طبعا وصفتنا أساسية النهاردة ليمون. نبتدي بقى نرش كده ليمون من الجناب ومن جوه. يعني بصوا، ادوله ليمون على قد ما تقدروا. أكتر حاجة هتعملها النهاردة إن احنا هنحط ليمون. تمام كده خلاص. بعد ما خلاص السمك خلاص اتشبع معانا بالليمون، الباقي بقى من التوابل بتاعتنا هننزل عليه بمعلقتين كده صغيرين من الثوم المفروم ومعلقتين كبار من الزيت، ونقلب كده الكلام ده مع بعضه حلو قوي. وبعد كده نيجي بقى على السمك من جوه، نحط التتبيله بتاعتنا الجميله دي. تتبيله ريحتها مش عايزه اوصف لكم، نفس التوابل اللي احنا تبلنا بيها من بره، بس حطينا عليها الليمون والزيت، مديها ريحه جامده جدا جدا. وبعد خلاص ما اتأكدنا ان التتبيلة بقى في السمك حلوة قوي، احنا النهاردة اتفقنا هنحط ليمون. هاتوا بقى شرايح ليمون قطعوها كده ونحطها في بطن السمكية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. حابين تحطوا على الوش كمان من فوق كده ليمون مع ان احنا حطينا جوه السمكة. ونجيب بقى الصينية بتاعتنا، رشينا رشة كده من الزيت عليها، وبعد كده حطينا ورقة زبدة طبعا عشان يبقى ده اللي ملامس للسمك على طول. وقطعنا كده بصلاية سلايز زي ما انتوا شايفين، وشرايح ليمون برضو. وبعد كده هننزل بالسمك بتاعنا اللي ريحته بجد كانت تحفة، ونعصر عليه كمان عصرة ليمون تاني من فوق زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بصوا النهاردة السمك كله ليمون، لان اساسي الوصفة سمك بالزيت والليمون. بجد لو جربتوها عايزة اقول لكم هتعملوها على طول. وبرضو نحط شوية كده من الزيت عشان يدي لون حلو للسمك بتاعنا، وندخله الفرن على اعلى درجة حرارة لحد ما نلاقي ان السمك استوى معانا. طبعا هو مش بياخد وقت خالص في السوا، ماكسيمم ربع ساعة وهيكون السمك استوى معانا. وكله احلى سمك بجد، مفيش احلى من كده. طعمه تحفة ومستوي جدا، والطعم مختلف جدا عن اي سمك. احنا على طول معتادين بنعمله مشوي او بالردة او سنجاري، بس الطريقة دي مختلفة قوي. نقدم معاه بقى شوية من الرز كده وعصرة ليمونة تاني، وبجد تحفة. تاكلوا احلى سمك ممكن تاكلوه، هيعجبكم جدا جدا. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم ايه. لو اول مرة تشوفوا القناة متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني فيديوهات جاية كتير. باي باي.